البنت ما طلعتش بنت بنوت يا حاج. انت لازم تخلصني منها قبل ما نجرس في البلد كلها. انا اتاكدت بنفسي مرتين. العروسه المذبوحه في قبعه المحكمه. كل اب بيحلم باليوم اللي يشوف بنته موجوده في الكوشه مع عريس يحافظ عليها، وانه لو مات يكون مطمن عليها انه حطها في بيت يكون مقدر قيمتها. للاسف كل اللي انا قلته من شويه ده ما حصلش لعم عيد وبنته أزهار عروسة الجنة. تعالوا مع بعض نتكلم في التفاصيل من البداية، وعايزكم تركزوا قوي. في قرية الفينة محافظة أسيوط تحديدا في 2024. القصة بدأت لما عم مصطفى حب ينقي عروسة لابنه وما لقاش غير بيت عم عيد، بيت محترم واصحاب اصول وبناته متربيه، وده لان بناته معروفين بالادب والاحترام. فتقدم لعم عيد وقال له عايزين نجوز محمد ابني لازهار بنتك. محمد العريس كان عنده 24 سنه وكان مخلص تعليم وكان شغال ومقتدر يقدر يفتح بيت. اما بالنسبه لازهار كانت طفله عندها 16 سنه وما كانتش مخلصه تعليمها. والد محمد وعم عيد اتفقوا مع بعض ان لازم ازهار ومحمد يتخطبوا لمده سنه، وبالفعل الخطوبه تمت وما حصلش بينهم اي مشاكل. بالعكس محمد كان بيراعي في أزهار كل العادات والتقاليد الموجودة في أهل الصعيد. وبمجرد أما فترة الخطوبة تمت حصل الفرح، ومحمد خد أزهار على بيت العيلة. ومرت أول ليلة بشكل طبيعي جدا، ولكن في الصباحية محمد ساب أزهار ونزل لأبوه وهي بتتفرج على التلفزيون. محمد فضل قاعد مع أبوه من العصر لغاية المغرب، وأبوه أول ما شافه قال له أنت سايب عروستك ونازل تعمل إيه؟ رد محمد وقال له وهو متعصب قوي، قال له أنا مش عايز البت دي، البنت دي مش بكر وابوها ضحك علينا. ابوه فضل يتكلم معاه ويهديه ويقنعه ان مستحيل بيت عم عيد يحصل منه الكلام ده، وقال له استهدى بالله واطلع لمراتك وعيشوا مع بعض كأي زوجين. ولكن الظاهر محمد ما اقتنعش بكلام ابوه وطلع لأزهار فتح عليها الباب وسابها زي ما هي بتتفرج على التلفزيون، ودخل جاب سكينه من المطبخ ومسك راس أزهار وحاول يذبح فيها. لكن أزهار فضلت تقاوم فيه لغاية أما السكينة اتكسرت منه، فقام مجرجرها على المطبخ عشان يجيب سكينة تانية ومسك شعرها وهي فضلت تقاوم فيه، ولكن عشان قوته كانت أعلى منها دبحها لحد ما فصل دماغها عن جسمها. بعدها محمد غير الجلابية اللي عليها دم وخد راس أزهار في إيد وإيده التانية سكينة ونزل لأبوه. أبوه أول ما شافه اداله بالقلم ودخله البيت واتصل بالشرطة. الشرطة أول ما وصلت خدت محمد وحولته على النيابة، وفي النيابة اتوجه له تهمة القتل العمد. وفي تحقيقات النيابة محمد من ضمن أقواله لما وكيل النيابة سأله قال له أنت قتلت أزهار ليه؟ قال له أنا كنت عايز أغسل عاري لأنها طلعت مش بكر. النيابة العامة حولته على المحكمة، والمحكمة انتدبت الطبيب الشرعي عشان تتأكد من مدى صحة أقوال محمد. الطبيب الشرعي من ضمن أقواله الصريحة الواضحة إن أزهار كانت بكر واتقتلت ظلم. بعدها المحكمة حكمت بالإعدام على محمد وقالت بعلو صوتها إن أزهار كانت بكر. اللي يهمنا هنا هل المحكمة لو اتأكدت إن كلام محمد عن مراته كان صحيح وإن هي سيب مش بكر، هل يحق ليه إن هو يقتلها؟ عايز أقول لكم قولا واحدا لأ. مفيش نص في القرآن ولا السنة ولا في عادات وتقاليد أهل الصعيد إن الراجل يقتل مراته لو كانت سيئة، ولكن كل اللي من حقه إن هو يعمله إن هو يطلقها وياخد حقوقه. وفي النهاية حابين نشكر والد محمد أمين الشرطة اللي سلم ابنه للعدالة ومرضاش يهربه. استنونا في قضية جديدة وتفاصيل جديدة مع تحليل قانوني في قبعة المحقق رامي عبد الحليم.